بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى يا حبايبي جاية لكم فيديو جديد وطريقة تدميس الفول الجميل اللي احنا شايفينه ده. الفول ده بقى ولا تقوليلي فول أمريكانا ولا فول معلب ولا أي فول. فول جميل وعاملاه في البيت ونضيف وزي الفل، أحسن ما تشتريه من بره أو تشتريه معلب وبتبقى العلبة غالية جدا. تعالي كده مع بعض وبصي الفولية عاملة ازاي. فولية جميلة. تعالي كده مع بعض نبدأ نشوف هنعمل ازاي الفول ده. بس قبل ما تنسي تحطي لي كده لايك واشتراك في القناة لو انت أول مرة تشتركي معايا أو تشوفي القناة بتاعتي. تعالوا كده بقى معايا ونوروني في الفيديو وهوريكم وكل الأسرار وكل التريكات وكل الحاجات اللي انتي محتاجاها تعرفيها علشان تعملي شوية الفول المدمسين الحلوين دولت. يلا بقى كده نبدأ الفيديو مع بعض. أول حاجة كده أنا هجيب الفول بتاعي، فول تدميس بتجيبيه من عند العلاف. تمام. ده كده هوت أو العطار بقى مش عارفة اسمه ايه. بتجيبي فول أبيض مدمس للتدميس، تقولي عايزة فول أبيض للتدميس. الفولاية تبقى لونها بيضة زي ما انتي شوف كده وتبقى كبيرة. في فول تاني بيبقى صغير وأحمر، ده ما بيبقاش حلو في التدميس، لكن اللي بيبقى في التدميس هو الفول الحلو ده اللي هيديكي النتيجة الحلوة ديت. تمام. فهجيب مية وهبتدي ان انا انقع الفول معايا. انا جايبة هنا نص كيلو فول. تمام. وهحطهم في المية من بالليل. يعني انت لو عايزة تعمليه النهاردة يبقى تنقعيه من امبارح، خلاص تنقعيه طول الليل. ولازم تغيري المية عليه مثلا مرتين ولا حاجة. ممكن قبل ما تحطيه تشطفيه في مية وبعد كده تنقعيه. ولازم المية تبقى كتير جدا عشان هو بيشرب المية ديت وبينفش معاكي، فما تحطيش مية على القد بالظبط. لازم المية تبقى كتير وتكون عالية على الفول. هوريكي دلوقتي بقى الفول معايا هيبقى عامل ازاي. ده كده تاني يوم. بصي كده الفول انا كده غسلته ودلقت المية وحطيت له مية جديدة مرتين تلاتة كده. شايفة الفولة نفشت ازاي وبقت كبيرة وحلوة. اصلا الفولة شكلها تفتح النفس. زي ما قلتلك هاتي فول ابيض تدميس وتكون الفولة بتاعته زي ما انت شايفاها كده. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ بعد كده هبتدي اللي انا احط مية على النار تغلي. هاتي حلة. انا بعمله في حلة ستانلس، مش لازم يا جماعة يكون عندك قدرة فول او هي القدرة اللي بتدبس فيها، مش لازم. ممكن حلة ستانلس زي اللي انا عندي ديت بعمل فيها كل حاجة ما شاء الله. غليت المية اهو، هبتدي بقى احط الفول بتاعي. ليه بنحط مية مغلية؟ علشان يسرع في عملية التسوية. لو حطيتي مية باردة هيستوي طبعا كل حاجة، بس هياخد وقت طويل قوي على النار. وانتي كمان لما بتنقعي الفول ده بتقللي الوقت اللي انتي هتاخديه على النار. بالإضافة كمان إن أي بقوليات لازم اللي انتي تنقعيها مش أقل من 4 ساعات أو 6 ساعات علشان تطلع المادة السامة اللي فيها. بتبقى فيها كده مادة سامة هي اللي بتطلع كده تعمل ريم أو مادة مش كويسة. تمام. لازم تنقعي أي بقوليات، فول، لوبيا، فاصوليا، عدس، لازم حمص، لازم تنقعي البقوليات دي كلها قبل ما تستخدميها. خلاص يبقى أنا فهمتك كده احنا بنعمل ايه. ويا ريت تحطيه في حلة تكون أكبر شوية علشان تحطي مية براحتك وما يفرش منك يعني. تمام. طيب بعد ما أنا هحط كده الفول بتاعي هبتدي إن أنا يكون عندي عدس أصفر ويكون عندي فول مدشوش. الفول المدشوش اللي مش عارفه هوريهولك اهو. ده الفول المدشوش. هتحطي قد كبشة ايد كده، معلقتين مثلا 3. ده بقى بنحطه ليه؟ الأول أغسله. ده بنحطه ليه؟ ده بنحطه علشان يبوش في المية ويخلي المية بتاعة الفول تبقى تقيلة، بدل ما المية ما تبقاش خفيفة، المية بتاعة الفول تبقى تقيلة وحلوة. فأول حاجة كده غسلته وأحطه كده على الفول. بعد كده هجيب عدس أصفر برضو قد معلقتين 3 كده كبشة ايد وهغسلهم برضو لغاية ما يبقوا نضاف واحطهم برضو على الفول بتاعي. الحاجات دي بتخلي طعم الفول حلو قوي وبتخلي لونه حلو
وبتخلي المية بتاعته حلوة وتقيلة. خلاص، علشان بس نبقى فاهمين احنا بنحط الحاجة ليه. وركزي معايا كده، وما تنسينيش في اللايك والاشتراك، ها، وتكتبي لي كومنت حلو، ويا ريت تعملي الفول ده وتقولي لي طلع معاكي عامل ازاي. انا بحب قوي اعرف النتائج بتاعه الطريقه بتاعتي. اهو حطيته بقى كده خلاص. هبتدي بقى اجيب طماطميتين، خلاص، وهقطعهم. عايزه تبشريهم وتشيلي الجلد براحتك، عايزه تقطعيهم كده زي ما انا قطعتهم براحتك، عايزه تزودي كميه الطماطم براحتك. انا كده كنت مغطياه عقبال ما قطعت الطماطم. شايفه بيشرب بقى الميه هو على طول في الاول. فانتي بقى اول ما تحطي ميه سخنه، يعني كل ما يحتاج ميه، يعني بصي هنا انا حبيت اوريكي، هنا هيحتاج ميه مني، لان لازم الميه تبقى مغطياه ولازم تبقى كتير. طيب انا هنا هغلي شويه ميه واحط ميه مغليه، ما تحطيش ميه ساقعه. الميه المغليه هتخليه يستوي معاكي اسرع واحسن. هحط ميه مغليه، وبعد كده هو بقى هعمل ايه؟ هبتدي احط شويه توابل ومنكهات كده حلوه اول، علشان تخلي الفول لونه حلو وطعمه حلو. واحنا كده كده اما بنيجي نعمل الفول بنحط المنكهات ديت، فانا قلت ايه نحطها واحنا بنسويه بالمره، علشان تبقى شاربه منه ويبقى طعمه حلو. وبصراحه هي بتخلي لونه حلو. ايه بقى المنكهات اللي انا هحطها ديت؟ هحطها بس هستنى على الفول شويه. هستنى. بصوا الفول اول ما الاقي الفول كده دخل فيه التسويه كده، ده كده انا كنت بقى موطيه عليه جدا، توطي عليه شعرايه، كأنه شعرايه، فاهمه؟ كأني شمعه مولعه، اقل درجه واقل عين، وتوطي عليه قوي كده وتغطيه عشان ما يفورش منك. لو علتيه هيفور منك. تمام. هتحطي بقى شويه كمون وكركم وفلفل اسود عليه وهو بيستوي كده علشان يبقى طعمه حلو. يبقى انا كده عرفتك. هو عايزه تحطي كمان ملح حطي، عايزه تحطي توم حطي. الحاجات بقى الاضافيه ديت انتي وبراحتك. ممكن في ناس بتحب تحط عليه بابريكا، برضو مفيش مشكله. في ناس بتحب عليه تحط قشرتين كده ليمون عليه، برضو مفيش مشكله. تمام. فاللي انتي عايزاه تحطيه بقى عليه مفيش مشكله خالص، لان دي بقى بتبقى منكهات على حسب ذوق كل واحد، بس الطريقه الاساسيه اللي انا وريتها لك دي. في ناس كمان بتحط عليه معلقتين